طيب احنا هنستأذن حضرتك في يعني الخروج لفاصل تقريري عن جولة وزير الصناعة في عدد من المصانع في 6 أكتوبر أجراها صباح اليوم. نتابع هذه الجولة أو جزء من هذه الجولة ونعود بعده لمتابعة بث مباشر. مشاهدينا، نحن الآن بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث قام وزير الصناعة والتجارة السيد منير فخري عبد النور بجولة تفقدية للمصانع هنا. برافو حضرتك سيادة الوزير. أهلا بيك. رأي حضرتك في الجولة التي قمت بها اليوم؟ لا، الحقيقة شيء مشجع جدا. أنا هنا على سبيل المثال بفتتح خط جديد باستثمارات بلغت أكثر من 300 مليون جنيه لتشكيل ألومنيوم في مصنع بيصدر أكثر من 50% من إنتاجه إلى الخارج، ومنها إلى دول أوروبية، منها إسبانيا ومنها ألمانيا. وخطة هذا المصنع أنه يرتفع بنسب تصديره إلى 70%. شيء مشجع للغاية. هؤلاء رجال أعمال ورجال صناعة استثمروا بعد قيام الثورة، دليل على ثقتهم في مستقبل الاقتصاد المصري وتفاؤلهم بمستقبل البلد. بالنسبة للمصانع التي أغلقت أثناء الثورة وقبلها، خطة الوزارة اللي عاد تفتحها مرة أخرى؟ والله احنا بندرس هذه المشكلة. أولا أحب أقول إنه الأرقام التي أطلقت حول هذا الموضوع أرقام لا تستند إلى أي سند من الحقيقة. واقع الحال أن وزارة الصناعة دعت المصانع المتعثرة إلى التعبير عن تعثرها أو الإعلان عن تعثرها في وزارة الصناعة عشان نبحث عن أسباب هذا التعثر وكيفية حل هذه المشكلة. عدد المصانع اللي اتصلت بوزارة الصناعة أقل من 900 مصنع. ماذا عن الأرقام التي أطلقت؟ والباب مفتوح، يعني اللي عاوز يعلن عن تعثره ويشاركنا في مشكلته ويدعونا إلى دراستها وإلى محاولة حلها فأهلا وسهلا بي. هذه المصانع الجزء الأكبر منها وبنسبة 87% مشاكل مالية، وعدم قدرة هذه المصانع الحصول على التمويل اللازم لتمويل رأس مال العامل، أو لأنه الهيكل المالي مختل ومحتاج إلى زيادة رأس مال. بالصدفة أنت بتكلمني النهاردة وأنا هنا، هناك وفد من مركز تحديث الصناعة مجتمع دلوقتي مع نائب المحافظ في البنك المركزي لدراسة كيفية التعامل مع هذه المشكلات. يجب أن نهدف إلى زيادة الصادرات الصناعية، ويجب أن ندعمها، ويجب أن نساندها، ويجب أن نساعدها خصوصا على فتح أسواق جديدة خارج الأسواق التقليدية التي اعتدنا على التعامل معها.